القرآن الكريم هيعالج كل مشاكل ابنك اللغوية، وهيعالج تأخر النطق والكلام عند ابنك. وبالدليل تدريب الطفل على قراءة وحفظ القرآن الكريم هيزود الحصيلة اللغوية عند الطفل، هيخفف حدة اضطرابات النطق والكلام عند الطفل، وهينمي المهارات المعرفية والاجتماعية والعقلية عند الطفل، والمهارات الأكاديمية، وخاصة مهارات القراءة والكتابة. ومحاولة قراءة القرآن الكريم هتنمي عند الطفل مهارة التحكم في مخارج الحروف وكيفية نطق المخارج المختلفة أكتر من أصحابه في نفس سنه. حفظ القرآن الكريم أو قراءة القرآن الكريم أو الاستماع الطفل للقرآن الكريم هينمي عنده مهارات التركيز والانتباه، وهينمي عنده مهارات الذاكرة سواء ذاكرة بصرية أو سمعية. محاولة استرجاع الطفل الآيات اللي هو حفظها دي في حد ذاتها بتقوي ذاكرة الطفل بصورة كبيرة جدا، هيعالج كتير من المشكلات الانفعالية والمشكلات الاجتماعية اللي عند الطفل. قراءة القرآن الكريم أو حفظ القرآن الكريم أو الاستماع للقرآن الكريم زي ما قلنا بيزود التركيز والانتباه عند الطفل، وبالتالي هيخفف من حدة أعراض فرط الحركة وتشتت الانتباه عند الطفل.